بعد انتهاء كرنفال كأس العالم للأندية، مانشستر سيتي بطلا لأول مرة في تاريخه. فلومينزي الوصيف لأول مرة في تاريخه. أما الثالث فهو النادي الأهلي حاصد الميدالية البرونزية لرابع مرة في تاريخه، في المشاركة التاسعة له. يعتبر البطل الأفريقي والعربي الدائم على منصات التتويج، وخاصة في كأس العالم للأندية. آه، 4 برونزيات، بجد بجد حاجة تحسب للنادي الأهلي كله وجماهيره وأعضائه ومجلس إدارته ولاعيبته. لأن فعلا البطولة لو ما يجي يتغير المسمى بتاعها أو يجي يتغير الشكل بتاعها، هتبقى مختلفة تماما عن البطولة الحالية مجاميع، وهتبقى شبيهة أو نسخة مصغرة من كأس العالم للمنتخبات. فاكيد اكيد اكيد الموضوع هيبقى صعب شويه، مش هنقول بقى استحاله، ولكن ممكن يكون صعب برضه. ممكن ساعتها بقى الايه هتبقى بقى الحسابات، وده عشان هدف وده عشان هدف دخل فيه وده هدف دخله، والكلام ده كله لسه طبعا البطوله المعالم بتاعتها الكامله مش واضحه دلوقتي، ولكن فعلا هتبقى بطوله صعبه جدا. اللي هتكلم بقى فيه بخصوص الاهلي عامه. البطوله ديت الاهلي طبعا كنا داخلين وعارفين ان احنا، او مش عارفين، حاسين وبنأمل كجماهير ان احنا نلعب على مركز اول او تاني البطوله ديت، وكانت اسهل مره او من المرات السهله. ولكن فعلا سوء حاجات كتيره، منها تحكيم زي ما كل الاهلاويه قالوا، والخبراء بتوع التحكيم قالوا ان ركله الجزاء او ركلتين جزاء ما اتحسبش منهم حتى واحده كانت كفيله ان تغير المسار خالص، ولكن الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. ولكن فعلا آه، بعض النقاط والتركات بقى في الاحداث اللي حصلت. الطبيعي ياسر ابراهيم بجد 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 من شخصيات الرجاله اللي دخلت النادي الاهلي. وقت ما بتلاقيه، وقت ما بتعوزه بتلاقيه، وقت ما تكون محتاجه بتلاقيه. 3 أهداف في كأس العالم للأندية، هدفين الموسم الماضي أو البطولة اللي فاتت في الهلال السعودي، هدف السنة دي في أوراوا بطل آسيا. بجد مدافع مش بتاع هزار، مش بتاع هزار، عكس مدافعين كتير ممكن يكون بتاع الشو شوية، لكن ياسر إبراهيم بجد راجل. إمام عاشور، إمام عاشور علشان الناس اللي كانت بتقول وش وحش وكل بطولة يخشها مع الأهلي مفيش حاجة ويخسروا ويعملوا، الحمد لله يعني اجتهد في البطولة ديت. هدف في مرمى الاتحاد في أول مباراة للأهلي، وتحركات في الماتش النهاردة كان رائعة، وكان فيه انفراد رايح بيه لو كانت الكرة اتباصت صح كانت اختلفت تماما في نهاية الشوط التاني. وسبحان الله زي ما يكون برضو ربنا بيكافئه وعايز يقول له انت اخترت اختيار صح. رجل المباراة أمام بطل آسيا اللي الأهلي طبعا فاز فيها 4-2. برضو من ضمن الارقام اللي شويه كده، موديست اول مشاركه له في كاس العالم للانديه، ويا دوب حصلته كلها دقيقتين او 3 دقايق ولمسه واحده للكوره، خد ميداليه برونزيه اول مره. نفس الموضوع بالنسبه لكريم الدبيس. كريم الدبيس مستقبل، انا شايفه مستقبل اهلي بجد 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 مكان علي معلول، وبتمنى فعلا ياخد فرصه، لان انا شايفه المباريات اللي لعبها ادى فيها بشكل كبير جدا، وبشكل ما تحسش ان ممكن المركز دوت يبقى وحش معاه. يبقى مودست اول مرة، كريم الدبيس اول مرة، امام عاشور اول مرة، ودول بجد يعني بعيدا بقى عن مودست، بعيدا عن مودست، لكن انا فرحان فعلا لكريم الدبيس وفرحان لامام عاشور جدا 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 جدا. ارقام طبعا جميلة جدا للاهلي، دي هنقولها ان شاء الله برضو فيديو تاني. ولكن كل اللي يهمني التألق بتاع الشناوي النهارده. الجونين اللي دخلوا النهارده فيه انا ما اعتقدش ان هم مسؤوليته خالص بصراحة. ضربة جزاء
ملهاش اي علاقة باي حاجة، لكن ضربة جزاء. والهدف الاول اللي في نهاية الشوط من تشتيتة خاطئة وتمركز غير صحيح من لاعيبة النادي الاهلي، ولكن الحمد لله برونزية مستحقة. يعتبر دي بقى هتبقى اول بطولة الموسم دوت النادي الاهلي. اتمنى بقى ان اللعيبة خلاص التركيز بتاعها يرجع تاني لبطولة افريقيا، ويرجع عشان الدوري، ويرجع علشان بطولة السوبر المستحدثة من قبل الاتحاد المصري اللي هتبدأ يوم الاثنين امام سيراميكا. عايزين لعيبة تبقى فايقة، ترجع تركز تاني، تخرج بسرعة من حارة الفرح، وده احنا متعودين منه من لعيبة النادي الاهلي. ولكن بعد كل بطولة مع الاسف الشديد الاهلي كان بيلعب افريقيا او بيلعب في الدوري المصري، المباراة كانت بتخلص تعادل. المباراة القادمة ما ينفعش فيها تعادل، يعني المباراة القادمة أمام سيراميكا في كأس العالم، في آسف، كأس السوبر المصري، ما فيهاش تعادل. فيا ريت اللعيبة ترجع بسرعة لمود البطولات المحلية وتركز. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تبقى بطولة تانية على التوالي في ظرف أسبوعين إن شاء الله، أو أسبوع، تدخل خزنة النادي الأهلي. ألف ألف مبروك لكل الأهلاوية، وتصبحوا على ألف خير، وتصبحوا على ألف سعادة. وإن شاء الله إن شاء الله مزيد من الانتصارات ومزيد من الميداليات.